اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي واصحابي في الله عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. صلوا على الحبيب. قلبك يطيب. بقى صينيه كده وحطي بقى فيها شويه من الزيت وانزلي كده ببصلتين، وليكي حريه التقطيع يا بطه يا وزه يا حلوه انت وهي. مربعات، مكعبات، دواير، اللي انت عايزاه. هنعمل مع بعض حاجه سهله وسريعه ومش هتوقفك في المطبخ كتير، وكمان هتبقى حرشه قوي. طبعا بقالي كام يوم ما بصورش من بعد فيديو الفسيخ. ادعولي بقى نكمل مع بعض. يلا بينا بقى هنا كده. سمي الله. بصي بقى وانزلي بقى بطماطمتين كده مقطعينهم حلقات، وابتدي قلبي البصل مع الطماطم. انا عايزه البصل والطماطم يدبل شويه. وهنا بقى كده بعد ما دبلوا معايا وابتدوا ياخدوا بصوا لون كده خفيف، هنعمل ايه؟ نزلنا بقى بتوم، ونزلنا كمان بحته كده من الشطه اللي كنا عاملينها فاكرينها. بقالها عندنا كده بتاع سنه او مثلا 8 شهور او 7 شهور. ما حصلهاش اي حاجه خالص. حافظينها طبعا في الفريزر رغم ان هي شطه فلفل اخضر مش فلفل احمر. تمام. تمام. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ مقطعين بقى بطاطس كده حلقات، هنبتدي ان احنا ننزلها على الطماطم بتاعتنا دي. هتعملي احلى صينيه بطاطس بالطريقه دي، وكمان هتبقي غيرتي فيها وهيبقى طعمها حلو جدا وهتعجبك. بصي بقى يا ست البنات، رشه كده من الماجي الفوريه وشويه من البابريكا. اي بهارات عندك تقدري تشتغلي بيها اشتغلي بيها، مش لازم اللي احنا بنحطها. وهنا بقى كده صلي على الحبيب وانزلي بشويه من الملح والفلفل الاسمر. وخلينا كنا نقول زي زمان صينيه البطاطس كانت ملح وفلفل اسمر، وكانوا بيحطوا لها حته شطه او قرن فلفل اخضر. بس احنا يعني بنعمل شويه حبشتكنات كده عشان نغير من طعمها عشان خاطر الولاد. وهنا بقى كده معلقتين من الصلصه، وقلب قلب قلب يا بطه يا وزه يا حلوه انت وهي. وبصي بجد خفيفه وسهله وسريعه، ومش هتوقف الناس اللي ما بيحبوش يقفوا في المطبخ كتير. مش هتوقفك كتير يا ستي، ولا هتخليكي تشغلي خلاط ولا اي حاجه خالص. هنا بقى كده يا ست البنات انزلي بالميه بتاعتك. وانا بقى بصراحه بحب اسوي صينيه البطاطس من فوق الاول، وبعد كده ادخلها الفرن. مش من هواة ان انا ادخلها الفرن على طول، لاني بجد بتغيب ساعات في السوا. وهنا بقى كده بصوا يا ست البنات استوت من فوق. يلا بينا بقى ندخلها الفرن. حاجة حلويات عسليات كده زيكم، بس يلا صلوا على الحبيب. هنا بقى كده بعد ما طلعت من الفرن، شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ هي دي بقى بتاعت الرز ابو شعرية، الرز الابيض، البتنجان المخلل والعيش. وبصراحة انا بحب اكلها جنب البتنجان المخلل والعيش، بتبقى حلوة جدا جدا. يا رب الطريقة والوصفة تكون عجبتكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. بحبكم في الله، واقول لكم زي ما بقول لكم كل مرة ايه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.